مساء الفل. انا دلوقتي عندي تمرين ومتاخر، فطبعا في الحالات اللي زي دي اسرع حاجه بحب اروح بيها التمرين هي السكوتر. انا بقى لي فتره كبيره بجرب كريم سكوتر واوبر سكوتر عشان اقول لكم تجربتي كده مع الاثنين. تعالوا نطلب كده بسرعه ونشوف هيجي في قد ايه وهيودينا لحد هناك في قد ايه، واوريكم كده التجربه بقى كامله بالمميزات والعيوب بتاعه السكوتر. انا دلوقتي رايح المركز الاولمبي في سموحه. هو عامه في نوعين، في بايك وفي بايك بلس. بالنسبه لي بصراحه هو مفيش فرق، والفرق بس في السعر. المفروض ان البايك بتبقى ارخص، والمفروض ان برده البايك بلس بيجي لك سكوتر اريح يعني واحلى وكده. بس انا جربت الاثنين، وفي اوقات البايك العادي كان بيجي احسن بكتير من البايك بلس. بس عشان تكونوا عارفين البايك مثلا ب 22 جنيه والبايك بلس ب 26. طبعا يعني مشوار من جناكليس لحد المركز الاولمبي ده يعتبر كبير هنا في اسكندريه. 22 جنيه حاجه سريعه وهتوديك على طول. هنقول انه سعر معقول عشان تكونوا عارفين برده السعر ده للسكوتر. لو انت هتركب عربيه فهو الستارت بتاعه 38 جنيه. احنا تقريبا بنتكلم فرق 16 جنيه عن العربيه. طبعا لو انت شخص لوحدك اكيد السكوتر هيكون اوفر واسرع، لان حرفيا السكوتر بيمشي في اي حته وبيبقى اسهل بكتير طبعا ان انت تخرم بيه. الو السلام عليكم. يا فندم يلا بينا. طبعا اهم ميزه هي السرعه. زي ما انتم شايفين الشارع واقف، هيلاقي جنب يمشي منه مش هيهمه حاجه وهيخرم ما بين العربيات. لو اي شارع رئيسي واقف هتلاقيه من السهل ان هو يغير المسار بتاعه، سواء مثلا يمشي على الترام او يطلع على البحر، فممكن مشوارك ما ياخدش ربع ساعه. معظم الاوقات اللي ركبت فيها بيبقى فيه خوذه، بس طبعا ده على حسب الكابتن. عيوبه بقى انه طبعا لازم تكون شخص واحد، وطبعا في كباتن بتبقى متهوره للاسف، هو مش دايما بس وارد يقابلك ده. ويمكن الفيديو ده يبقى رساله ليهم، مهما كنت جامد ما تعرفش الغلط اللي هيجي من اللي حواليك، فخلي بالك على نفسك وعلى الروح اللي معاك. زي ما قلت لكم برده مش دايما السكوتر بيبقى مريح، واوقات كتير مش بيبقى فيه سكوتر متاح او بيبقى بعيد عني، خصوصا فتره الصبح. وفي الشتاء هتتبهدل اكيد، والهواء طبعا هيظبط عينك، بس هتوصل بسرعه. عامه لحد دلوقتي انا شايفها تجربه مرضيه ليا لو لوحدي وعايز اروح مشوار وقت الزحمه كده بسرعه. تقولي بقى جربتوه ولا لا، وايه رايكم في السكوتر كمواصل؟